السلام عليكم، معكم أحمد ناشر السعد. المهم فاش تقامت الدولة العباسية استولت على الحكم بالسيف وجرات على الأمويين وقتلت فيهم بزاف وجرات عليهم، وقامت معركة حتى هي ما بين العلويين ابناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضد العباسيين، وهي معركة الفخ. وانهزموا فيها العلويين وطردوهم تهمة، طردوهم ماشي كلهم ولكن الأغلبية، ومنهم إدريس الأول. إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية اللي بدنا نهضروا عليها، هي أول دولة إسلامية في المغرب الأقصى. إدريس الأول هو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول الله الحسن. علي بن أبي طالب تزوج فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد الحسن، ولدت الحسن والحسين. إدريس الأول من سلالة الحسن بن علي بن أبي طالب. فاش هرب، أول ما هرب لمصر. من مصر هرب سميتو لتونس، من تونس كيقول لك من تونس كانت تيحكمها الأمويين، ولكن دابا فاش استولوا العباسيين على الحكم في هاد جعفر المنصور حتى هي ولات تابعة للعباسيين. الأندلس بقات أموية مع عبد الرحمن الداخل مشى أسس الخلافة الأموية. المهم وصل لطنجة. السلام عليكم، معكم أحمد ناشر السعد. إدريس الأول أو إدريس الأكبر، العلماء ديالنا ما كانوش يهتموا بوقت الولادة، لأن أي واحد تولد ما كنعرفوش واش يكون فاش يكبر، ولكن كانوا تيهتموا بوقت الوفاة. هادشي علاش وقت الولادة بزاف العلماء ما كانش تعرفوا إمتى تولد بالضبط، ولكن يمكن نقولوا عام كذا وقع فيه شي حاجة ولا كذا. إدريس الأول كما قالوا الله أعلم أنه تولد 127 هجرية في القرن الثامن ميلادي، في القرن الثاني هجري. فاش هرب من هذاك ووصل لطنجة تلاقى مع الأمازيغ. كما قلت لكم أجبت لكم الأمازيغ أنهم تيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الحب كبير. وفي هذا العهد كان الإمام مالك في المدينة المنورة، وكانوا الناس تيمشيو يحجوا الأمازيغ وكانوا تياخذوا العلم عند الإمام مالك، وبهذا الشيء دخل المذهب المالكي للمغرب على يد الأمازيغ. وفاش تلاقى مع الأمازيغ وحكى لهم على الأصل ديالو كذا وأنهم من سلالة الرسول كذا، حبوه وتستجب لهم الله الدعاء ديالهم أنهم يشوفوا أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو منين خايف من العباسيين كانوا خايفين حتى هما من الأمويين، وما كانوش عارفين الأدارسة تكسى الله، حتى هما خايفين منهم، ولكن ما كانش شي دولة عندهم. فأسسوا واحد الدولة في تونس، أي قيروان، قرطاجة القيروان هي